ما كنتش باتكلم عن سمعة كتير لأنه ربنا رزقه بعيلة جميلة اتبنته، لكن للأسف لظروف خارجة عن إرادتهم اضطروا بعد كام يوم إنهم يرجعوه تاني. وفي الفترة الصغيرة اللي قعدها معاهم اكتشفت شوية مواصفات في شخصية سمعة عمري ما كنت هعرفها غير لما يقعد وسط عيلة في بيت. أولا سمعة طلع قط بيتعود على البيت اللي هو بيعيش فيه بسرعة قوي. ثانيا حبيبي طلع ان هو بيحب ينام في حضن صاحبه، وزي ما قلت في فيديوهات تانية ان هو نفسه مفتوحة قوي على الاكل وبياكل كتير، ومع ان عنده حب للاستكشاف لكن كسول شوية برضه في لعبه. للأسف سمعة بعد ما رجع الفوستر هوم تاني اتبلغت ان هو قاعد مكتئب وزعلان، بس انا واثقة ان شاء الله زي ما ربنا رزقني بعيلة جميلة ارتحت لها وحبوا سمعة المرة الاولانية، ان شاء الله ربنا هيرزقني بعيلة تانية جميلة تعوضه عن كل حاجة. فاللي لسه حابب ان هو يدي سمعة فرصة تانية ويبقى جزء من عيلتكم اتواصلوا معايا على الانستجرام لانترفيو التبني، بس ارجوكم تكونوا واثقين من قراركم.